الدب كارل عدى بسرعة على الكوبري الخشبي، وبعدها استخدم سكينة وقطع الحبل، وده خلى الدب التاني يوشك يقع من فوق الجرف. الدب كارل طلع أكل وجهز نفسه يستمتع بفسحة صغيرة. الدب التاني فكر في فكرة، طلع لوح ورسم مسافة الوادي، وبعدها طلع حبل وتأرجح بيه يعدي، بس في اللحظة التانية خبط جامد في الجرف. حاول تاني وخطف كل الأكل من الدب كارل. الدب كارل اتعصب جدا واضطر يدور على مكان تاني. لقى ترابيزة مليانة أكل شهي خلت مزاجه يفرح جدا، لكن أول ما جه ياكل الدب التاني خطف الأكل مرة تانية. المعلقة اللي حطها الدب كارل في بقه حسسته إن في حاجة غلط. لما مسك الساندوتش تاني الدب التاني خطفه مرة تانية، واللي خلى الدب كارل يعض صباعه ويقوم ناط من الوجع. أخيراً لقى الدب التاني، لكن في عيون الدب التاني ما كانش فيه غير البرجر اللي في إيد الدب كارل. مد لسانه ولف البرجر وسحبه على بقه. الدب كارل ما كانش قدامه حل غير إنه يركب ويطلع لفراغ في شجرة كبيرة ويقعد هناك ياكل أكله. الدب التاني اللي كان على الأرض حط حجر فوق لوح خشب واتقذف في الهواء، ونجح يخطف الأكل من الدب كارل. ولما شاف الدب التاني بيخلص على كل أكله الدب كارل قرر يرد. استدرج الدب التاني للغابة وربطه بسلاسل وحطه في كابينة تليفون وقفلها. بعدين طلع خشب وحيط الكابينة بيه وزقها من فوق الجرف. بس الدب التاني ما كانش قلقان خالص، بسهولة فك نفسه من السلاسل، وبعدها شال الألواح كلها وطلع مفتاح وفتح الباب بمنتهى السهولة. وفي آخر ثانية قبل ما يوصلوا للأرض خرج تماماً من الكابينة.